في ليلة 31 ديسمبر سنة 2005 كان في قرية في صعيد مصر اسمها شمس الدين، وهي قرية ريفية تابعة لمركز بني مزار في محافظة المنيا. وفي تمام الساعة 3:15 الفجر بيصحى سكان القرية على واحدة من أبشع الجرائم اللي حصلت في تاريخ مصر. 3 عائلات مقتولين جوا بيتهم وعلى سريرهم بطريقة مرعبة. كانت ليلة مشؤومة حصلت فيها مذبحة راح ضحيتها 10 أفراد. والغريب في الجريمة دي واللي كان بيخليها مرعبة أكتر إن كل الضحايا كانوا مقتولين بنفس الطريقة، وكأن القاتل كان متقن في كل حاجة بيعملها. والأغرب هي الحاجات اللي لقوها جنب كل واحد فيهم، وده حول القضية من مجرد جريمة قتل عادية للغز حير المحققين وأجهزة الأمن، ودخل الرعب في قلوب أهالي القرية كلها. قرية شمس الدين هي قرية ريفية صغيرة زي القرى اللي نعرفها في صعيد مصر زمان. أهلها معظمهم عائلات يعرفوا بعض، بيصحوا مع الفجر يشوفوا أحوالهم وبيقضوا يومهم لحد بداية الليل. أبو بكر عبد الحميد كان شاب عنده 34 سنة، كان بينزل يصلي الفجر في المسجد وبعد كده بيجهز نفسه ويطلع على الفرن ويبدأ شغله. بس كان متعود إنه على طول يقابل أخوه في المسجد وهم بيصلوا الفجر. وفي ليلة 29 ديسمبر سنة 2005 وقت الفجر نزل أبو بكر المسجد علشان يصلي الفجر، لكن بعد الصلاة لاحظ إن أخوه طه عبد الحميد ما كانش موجود في المسجد زي متعود يشوفه، واستغرب لأن مستحيل طه كان يضيع صلاة الفجر، وقال في نفسه يمكن راحت عليه نومة المرة دي. فخد بعضه وراح على بيت أخوه طه علشان يطمن عليه. وساعتها طه كان ساكن مع أمه في نفس البيت. بدأ يخبط على الباب أكتر من مرة ولكن ما كانش فيه حد بيرد عليه. وقتها أبو بكر قلق وطلع نسخة المفتاح اللي كانت معاه وفتح الباب ودخل أوضة أمه اللي كانت عمرها 60 سنة. وهنا بتحصل الصدمة المرعبة. أبو بكر لقى أمه مقتولة في سريرها وبطنها مشقوقة والدم مغرق الدنيا. وأول ما لقى أمه بالشكل ده جري بسرعة على أوضة أخوه طه علشان يصحيه ويقوله على اللي حصل، ولكن بيتصدم للمرة التانية لما لقى طه أخوه مقتول زي أمه بنفس الشكل. بس طه أعضاؤه التناسلية ما كانتش موجودة ودماغه كانت متدمرة. وقتها أبو بكر من شدة المنظر جاله انهيار عصبي وقعد يصرخ بأعلى صوته لحد ما فقد الوعي وهو عند أوضة أخوه. في الوقت ده كان أهالي القرية بيبدأوا يومهم كالمعتاد، ولأن البيوت في الريف جنب بعض وبتبقى هادية الكل سمع صوت أبو بكر وهو بيصرخ. في وقت قليل جدا اتجمع عدد كبير من أهالي القرية حوالين البيت علشان يشوفوا إيه اللي بيحصل، والكل اتصدم من المنظر اللي لقوه جوه البيت أول ما دخلوا. وفي وقتها كان الوضع صعب جدا، الرجالة بتتكلم والستات بتصوت والأطفال بيعيطوا وهم مش فاهمين إيه اللي بيحصل. في الوقت ده وفي وسط كل الرعب اللي كان موجود الخبر بيوصل لبيت قريب من بيت أم طه، بيت لرجل مزارع في الأربعينات من عمره اسمه سيد محمود عبده، متجوز من واحدة اسمها صباح عبد الوهاب ومخلف منها 5 أبناء. طفلة صغيرة اسمها فاطمة عندها 8 سنين، وولد اسمه أحمد عنده 10 سنين، و3 بنات وهم زينب وأم هاشم ومنى. كانت أعمارهم ما بين 16 ل 18 سنة. أسرة فقيرة عايشين في بيت مكون من دورين ومعمول من الطوب اللبن. الأب والأم معاهم الطفلين الصغيرين بيناموا في الدور الأول، وفي الدور التاني كان بينام ال3 بنات زينب وأم هاشم ومنى. وفي الوقت اللي انتشر فيه خبر الجريمة اللي حصلت في بيت أم طه ال3 بنات فوق صحيوا على صوت الناس اللي في الشارع وسمعوا باللي حصل، فنزلوا جري على أبوهم وأمهم علشان يقولوا لهم الخبر. ولكن الصدمة إن سيد ومراته صباح والطفلين هم كمان مقتولين في سرايرهم بنفس الشكل. وطبعا المنظر ده كان مرعب وشديد على ال3 بنات، فكل واحدة فيهم وقفت تصرخ من اللي شايفينه، وواحدة منهم جريت على الشارع تستنجد بأهل القرية. وفي الوقت ده كل الناس اللي كانوا عند بيت أم طه أول ما سمعوا صوت صريخ البنات جريوا على بيت عم سيد. ولما دخلوا البيت لقوا إن عم سيد ومراته والأطفال مقتولين بنفس الطريقة اللي اتقتل بيها طه وأمه. كل اللي كانوا موجودين اترعبوا من اللي هم شايفينه، وبقى عندهم شعور إن دي مش آخر جريمة. أهل القرية ما بقوش عارفين إيه اللي بيحصل، وليه الناس دي اتقتلت أصلا، ومين الشخص الجاحد اللي وصل بيه الحال إن هو يعمل كده فيهم، وخصوصا إن هم أسرتين غلابة محدش سمع عنهم أي حاجة وحشة قبل كده. في الوقت ده كان في طفل صغير في المرحلة الإعدادية اسمه محمود يحيى. الولد ده كان بايت عند جدته في الليلة دي لأنها قاعدة لوحدها، وتاني يوم وهو رايح على المدرسة قال يعدي على بيته علشان كان في كتب نسيها في البيت وهيحتاجها في المدرسة. ولما راح البلد اتصدم من لمة الناس والزحمة اللي كانت موجودة،
وفضوله دفعه يشوف إيه اللي بيحصل، وسمع عن الجريمة اللي حصلت في البيتين وإن أم طه وعم سيد اتقتلوا. وكمان الناس كانوا بيقولوا إنهم بلغوا الشرطة ومنتظرينهم ييجوا علشان يحققوا في الموضوع. وقال في الوقت ده إنه هيلاقي أبوه وسط الناس اللي واقفين في الشارع، ولكن أبوه ما كانش موجود وسطهم. محمود ساعتها ما كانش عارف إيه اللي بيحصل ولا كان مستوعب، وزيه زي أي طفل جري على أهله علشان يبلغهم باللي حصل. أبوه يحيى أحمد أبو بكر كان مدرس وعنده 35 سنة، وكان متجوز من واحدة اسمها نعمات علي محمد وعندها 25 سنة. واخوات محمود الصغيرين محمد عنده 3 سنين وأسماء لسه ما كملتش سنة. محمود أول ما وصل البيت فتح الباب ودخل على أوضة أبوه وأمه، لقى أبوه وأمه مقتولين في سرايرهم بنفس الطريقة البشعة اللي اتقتل بيها العيلتين التانيين. محمود في الوقت ده قعد يصرخ بأعلى صوته، ومن الصدمة اللي كان فيها جات له سكتة قلبية ومات هو كمان مع باقي عيلته. في الوقت ده أهالي القرية لما سمعوا الصوت جريوا على بيت الأستاذ يحيى، ولما دخلوا البيت بيلاقوا نفس المنظر اللي شافوه في نفس اليوم للمرة الثالثة. والمشكلة إن الأسر دي مفيش حاجة بتربط بينهم ومفيش بينهم أي علاقة غير الجيرة. ووقتها اتقلب الفضول لخوف مرعب. كل واحد من الأهالي اللي كانوا موجودين خد ديله في أسنانه وجري على بيته يطمن على أهل بيته إنهم لسه عايشين. وبعد ما الكل اطمن على أهله اتقفل كده عدد الضحايا الخاصة بالمذبحة دي، واللي كان عددهم 10 ضحايا. بعد ما الشرطة وصلت لأماكن الجرائم اللي حصلت في قرية شمس الدين، واللي كانت في شارع رئيسي من أوسع شوارع القرية، ودخلوا بيوت الضحايا، لقوا إن كل الضحايا كانوا مقتولين بنفس الطريقة. وده كان بيأكد إن المجرم اللي عمل ال3 جرائم هو نفس الشخص. وبجانب ده لقوا جنب كل ضحية جثة الحمامة ميتة، والأغرب إن الحمامة نفسها كان راسها مقطوعة. أفراد الشرطة عرفوا إنهم قدام جريمة غريبة وفريدة من نوعها، وعمرهم ما شافوا جريمة بالشكل ده، وبناء عليه بتبدأ التحقيقات. المشكلة الكبيرة اللي واجهت الشرطة في الوقت ده هو إنهم ما قدروش يلاقوا أي بصمات للجاني في مسرح الجريمة. ومن الحاجات اللي صعبت البحث عليهم هو إن الأهالي كانوا بيدخلوا في كل بيت وبينتشروا فيه، وأكيد اتحركوا بشكل عشوائي جوه البيت ولمسوا حاجات كتير بإيديهم، حتى الجثث نفسها لمسوها بإيديهم. وده كان بيبوظ الآثار الموجودة والبصمات، وعشان كده الطب الشرعي استبعد نهائيا إنهم يقدروا يدوروا على الجاني من خلال البصمات. الشرطة لما وصلها خبر الجرائم اللي حصلت في قرية شمس الدين توقعوا إن الجريمة دي أكيد بسبب طار بينهم أو مشكلة عائلية مثلا أو خناقة على أرض زي ما بيحصل كتير في الصعيد. ولكن بعد ما تم استجواب أهل الضحايا والجيران في المنطقة اتضح إن ال3 أسر أصلا ما كانش ليهم أي علاقة ببعض، وما كانش فيه بينهم أي كلام، وكل اللي كان بيربطهم ببعض هو إنهم من نفس القرية. واللي كان غريب أكتر هو إن الأسر دي ما كانش فيه بينها وبين أي حد مشاكل، كانوا عايشين في حالهم وملهمش علاقة بحد. يعني لو فكرنا إن اللي حصل ده كان بسبب انتقام مثلا، فهيكون برضه فكرة مستبعدة تماما. وهنا بدأوا يفكروا إن الجرائم دي حصلت بدافع السرقة، ولكن لما فتشوا ال3 بيوت لقوا إن كل حاجة في مكانها ومفيش أي حاجة مسروقة. طيب يا ترى إيه السبب اللي يخلي 3 عائلات يتقتلوا بالشكل ده بدون أي سبب واضح؟ تحقيقات النيابة والأطباء الشرعيين بعد ما فحصوا الجثث أثبتوا إن الضحايا كلهم ماتوا بسبب كسر في عظام الجمجمة وتهتك في المخ، وده أدى إلى توقف جميع الأنظمة الحيوية في الجسم، وكل ده نتيجة الضرب بأداة صلبة بشكل متكرر فوق الدماغ. والغريب إن حتى بعد ما ماتوا الجاني ما سابهمش في حالهم. الجاني وقتها مسك أداة حادة وغالبا هي كانت سكينة، وشوه الجسم من الرقبة لحد آخر البطن. والأغرب إنه بنفس الأداة دي فصل الأعضاء التناسلية عن جسم الضحايا الذكور. وكمان اكتشفوا إن الحمام اللي لقوه جنب الجثث كان مسروق من بيت الأستاذ يحيى أبو الطفل محمود، وده معناه إن الجاني عدى على بيت الأستاذ يحيى الأول وبدأ جرايمه من هناك. وبعد كل جريمة بقى بيحط حمامة جنب كل جثة، وده بعد ما بيفصل راسها عن جسمها. وكمان اللي أثبتته الأدلة إن القاتل ده كان عارف هو يقتل كام من الذكور والإناث، وده بسبب إنهم كانوا بيلاقوا الحمام اللي جنب الضحايا الذكور برضه حمام ذكور، وجنب الإناث بتكون أنثى من الحمام. يعني معنى كده الراجل ده مخطط ومرتب لكل حاجة قبل ما يرتكب الجريمة. والمرعب واللي خلى المحققين يلفوا حوالين نفسهم هو إن أبواب وشبابيك البيوت كانت سليمة تماما. يعني معنى كده ما كانش فيه أي اقتحام للبيوت دي. فوقتها الاستنتاج اللي كان أكيد هو إن الجاني ده أكيد كان بيتنقل عن طريق الأسطح، وخصوصا إن البيوت قريبة من بعضها وسطحها واطي،
فالتنقل ما بينهم هيكون سهل. فبدأوا وقتها يفتشوا الأسطح على أمل إنهم يلاقوا أي حاجة تكشف الجاني، وبالفعل وقتها لقوا فردة جزمة رجالي فوق بيت من البيوت، وظنوا إن ممكن يكون وقعت من رجل المجرم وهو بيجري وملحقش يرجع يلبسها. في الوقت ده الجهات الأمنية جوه محافظة المنيا بدأوا يكثفوا جهودهم للوصول للجاني، واتقبض على 35 شخص كان مشتبه فيهم علشان يحققوا معاهم. وكمان بدأوا يسألوا أهالي الضحايا والمقربين منهم لو كان في حد مشتبه فيه، لكن ما كانش فيه أي حد يقدروا يشكوا فيه لأنهم ملهمش أي أعداء. ومن ضمن الشهود واحد من الجيران قالوا إنه في وقت الليل حوالي الساعة 2 سمع صوت كلاب عمالة تهوهو جامد، ووقتها فتح شباكه وسكتهم، وما كانش فيه أي حاجة غريبة في المكان. وحتى بنات عم سيد قالوا إنهم ما حسوش بأي حركة وهم نايمين، رغم إنهم كانوا نايمين فوق. وزي ما قلنا إن الجاني أكيد كان بيتنقل من على الأسطح، فأكيد عدى عليهم وهم نايمين، وده بيدل إن الجاني كان محترف جدا. بس إيه اللي يخلي واحد محترف يعمل الجرائم بالبشاعة دي؟ الموضوع كبر جدا، وبدأت حملة البحث تكون مكثفة وعلى أعلى مستوى، وده علشان يقدروا يوصلوا للجاني، بس برضه ما كانوش عارفين يوصلوا لحاجة. وبعد كده قرروا يدوروا بين المرضى النفسيين الموجودين في القرية، وبالفعل اتقبض على 3 أشخاص منهم وحققوا معاهم. وبعد 10 أيام الشرطة أعلنت إنها قدرت توصل للجاني، وهو شخص اسمه محمد عبد اللطيف. محمد كان شاب من سكان القرية، وكان عنده 27 سنة، وبيعاني من مرض نفسي بيخليه يسرح ويتهيأ له حاجات مش حقيقية، وكمان بيعاني من تقل في الكلام، وساعات بيكون غير مدرك للي هو بيقوله. واللي خلى الشرطة تشك فيه وتنسب له الجريمة هو شهادة واحد من أهل القرية اسمه محمد عبد الوهاب. قال إنه كان وقتها في الغيط بالليل، وشاف واحد بيجري في الشارع الرئيسي اللي حصلت فيه الجرائم، وعرف إن هو محمد عبد اللطيف من خلال العرجة اللي كان بيعاني منها. وعلى الرغم إن الدليل ده ما كانش قوي برضه، ولكن لما الشرطة قبضت عليه وحققت معاه اعترف على نفسه على طول. قال إنه في اليوم ده كان في الغيط طول اليوم، ولما روح على المغرب اتغدى مع أبوه وأمه وبعدين نام، وصحي على صوت في دماغه بيقول له إنه يروح يقتل. وقال وقتها إنه لبس جلابيته وراح لأول واحد وهو الأستاذ يحيى، وبعد كده راح لباقي المجني عليهم. وبعد ما خلص رجع على بيته، واللي فتح له الباب وقتها هي بنت أخوه، واتصدمت من شكل الدم اللي على جلابيته. ولما سألته إيه اللي حصل قال لها إنه وقع واتعور، وطبعا بسبب حالته اللي كلهم عارفينها محدش دقق في كلامه، وخدوا الجلابية غسلوها ودخل بعد كده كمل نومه. الغريب بقى إن أهل محمد نفسهم أنكروا اللي هو قاله، وبيقولوا إن هم كمان اترعبوا واتصدموا من الجرائم اللي حصلت. وأكيد يعني لو كانوا شافوا محمد كده ليلتها كانوا عرفوا تاني يوم إن هو اللي عمل كده. لكن برضه ما زال في جانب غامض، إيه سبب وجود جنب كل ضحية جثة من الحمام؟ الشرطة لما سألت محمد عنهم قال لهم برضه إن في حاجة في دماغه قالت له يعمل كده، على الرغم إن ده كان معمول بشكل منظم جدا مش مجرد قتل عشوائي. ولو افترضنا إن الكلام ده صح وإن محمد هو المجرم، ليه ما قتلش ال3 بنات قبل ما ينزل لعم سيد؟ لما اتسأل محمد عن إنه ليه ما قتلش ال3 بنات ما كانش عنده رد، وده بيخلي فيه شكوك إن مش هو الجاني. في الوقت ده سنة 2005 الجريمة دي كانت زي ما بنقول دلوقتي هي الترند. الشعب المصري كله كان بيقرأ في الأخبار عن الجريمة دي، وفي منهم اللي صدق إن محمد يكون هو اللي عمل كده فعلا، وجزء تاني ما اقتنعوش. والقضية وقتها بقت قضية رأي عام، وبقى كتير من الناس تهاجم الحكومة وتقول إن هم ملفقين التهمة لمحمد علشان القضية تتقفل، وناس تانية صدقوا التحقيقات. وده خلى الحكومة وقتها تجيب محمد ويخلوه يعيد اللي هو عمله يوم الجريمة مرة تانية، ولكن المرة دي يكون بحضور الإعلام علشان يوثقوا كل حاجة هتحصل. محمد في الوقت ده بالفعل بدأ يعيد اللي عمله وقت الجريمة، وبدأ يحفر في أماكن تحت البيوت وطلع منها رؤوس الحمام بس كانت ناقصة. وكمان قال لهم إن أداة الجريمة رماها في ترعة الإبراهيمية، ولكن برضو الناس ساعتها ما كانتش مصدقة إن الجاني هو محمد. لكن في الوقت ده القضاء حكم في القضية دي وأمر بغلق كل ملفاتها وعدم الكلام فيها مرة تانية. مع مرور الوقت وانتشار الشائعات، الناس بدأت تقول إن الجريمة دي وراها تجار آثار كبار في البلد، وخصوصا إن المنيا كانت مشهورة وقتها بتجارة الآثار ووجود المقابر الفرعونية. وفي الفترة دي كان منتشر الدجالين والنصابين اللي بيطلبوا القرابين علشان ملوك الجان اللي بيحرسوا المقابر. وكمان كان في قضايا كتير لناس بتتقتل بطرق وطقوس معينة علشان تستخدم كقرابين لفتح المقابر الفرعونية، فممكن تكون القضية دي واحدة منهم، وخصوصا بعد ما شافوا الطريقة الغريبة اللي الضحايا ماتوا بيها.
وكمان عدد الضحايا كانوا 5 رجال و5 إناث، ده غير جثث الحمام اللي كانت جنبهم. أما الاعتقاد التاني كان بيقول إن دي عملية كبيرة لتجارة الأعضاء، وقالوا إنه ممكن يكون وراها ناس كبار في البلد، وكتير من الصحفيين كانوا مؤيدين للاعتقاد ده، وراحوا بالفعل للقرية وسألوهم عن أي حاجة غريبة حصلت قبل الحادث. واللي في القرية قالوا إن في عربية إسعاف جت خدت منهم عينات دم، وقالوا لهم إن هم هيحللوا لهم مجانا علشان يطمنوا على صحتهم. وقبل ما يخرجوا من البلد عملوا علامات على بعض البيوت، وكان من ضمنهم بيوت الضحايا. ووزارة الصحة قالت إن مفيش أي عربيات إسعاف راحت القرية أصلا في الوقت ده. ومن ضمن الأسباب اللي بتثبت إن محمد مش هو الجاني اللي ارتكب الجريمة هو إن مدير الإدارة الصحية ومحافظ المنيا قالوا قبل ما يتم القبض على محمد إن اللي عمل الجريمة دي على الأقل من 5 ل6 أفراد، وده بسبب إن العملية دي تمت بحرفية عالية جدا، مش مجرد واحد عنده حالة نفسية يقدر يعملها. لكن برضه في النهاية القضية اتنسبت لمحمد لوحده. وكمان تقرير الطب الشرعي اللي طلع وقت الجريمة وقبل ما يقبضوا على محمد بيقولوا إنهم لقوا مواد مخدرة قريبة من الضحايا، وبالأخص بالقرب من أعضاء زي الكلى وقرنية العين. والمواد دي أصلا اللي بيستخدموها هم الدكاترة في وقت نقل الأعضاء علشان يحافظوا على كل عضو، وده بيأكد نظرية سرقة الأعضاء، وكمان دليل على إن محمد بريء وإن اعترافه تم تحت التهديد. ده غير إن المحامي اللي كان بيدافع عن محمد طلب إن هو يطابق فردة الجزمة اللي لقوها فوق البيت بمقاس رجل محمد، واتضح إن الجزمة كانت مقاسها 42 ومحمد كان مقاس رجله 45. ولما طلب منهم إنه يتم فحص الجلابية اللي محمد قالوا إن كان لابسها في يوم الجريمة، كان ردهم إنها تأكلت بسبب المواد الكيميائية أثناء فحصها. بعد كل الدفاع اللي تم عن محمد القاضي حكم ببراءته، ووزير الداخلية وقتها أمر إنه يتم ترحيله للإمارات وشاف له شغل هناك هو وأخوه علشان يبدأ حياته من جديد. والقضية اتقفلت على كده من غير ما حق الضحايا الغلابة دول يرجع. قولوا لنا رأيكم في التعليقات، وحابين نتكلم عن إيه في القصص الجاية. بحب أشوف آرائكم ومقترحاتكم. وبس كده بتنتهي قصتنا النهاردة. وقبل الختام ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل قصة جديدة وكل غموض جديد. همتكم معانا أصدقائي علشان نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.